راح نقدم لكم اليوم نموذج من عريضة افتتاح دعوى الخروج من حالة الشياع. أولا لازم نبينوا اختصاص المحكمة، وش من المحكمة اللي راح نرفعوا فيها الدعوى. ومن بعد نديروا القسم العقاري، لأن الخروج من الشياع من اختصاص القسم العقاري. نديروا عنوان عريضة افتتاح دعوى من أجل الخروج من حالة الشياع بفائدة فلان بن فلان، صفته مدعي، الساكن، نديروا العنوان تاعو وين ساكن، في حقه الأستاذ فلان. إذا ما عندوش محامي يدير المباشر في الخصام بنفسه، ضد فلان بن فلان، صفته مدعى عليه، الساكن نديروا العنوان تاعو باش يقدر المحضر القضائي انه يوصل يبلغوا بالعريضه، ومن بعد ليطلب لهيئه المحكمه الموقعه من حيث الشكل، قبل في الدفوع الشكليه من حيث الشكل، حيث ان الدعوى الحاليه متوفره على الشروط والاوضاع المنصوص عليها بموجب المواد 8 13 15 16 والمواد 511 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث أنه والحالة تلك يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلا. من حيث الموضوع، وكان ندخلوا في الوقائع بإيجاز، لازم نعرضوا الوقائع تواني. من حيث الموضوع، حيث أن العارض اللي هو المدعي مالك في الشياع رفقة المدعى عليه لقطعة أرض مساحاتها كذا، بين المساحة الواقعة بكذا، بين الموقع تاعها وين جاية هذه القطعة، اسم كذا، مجموعة ملكيات كذا، نديروا الأرقام تاعهم حسب البطاقة العقارية ولا حسب عقد الملكية ولا عقد الهبة، ديروها وثيقة مرفقة في ملف الموضوع. حيث أن المدعى عليه قام بغير وجه حق ببناء غرفتين على جزء من الملكية المشتركة، بناء 2 غرف على الملكية المشتركة، وقام بتأجيرهما لفائدة شخص أجنبي، يعني بنى 2 شومبرات فوق الملكية المشتركة المشاعة وكراهم لواحد براني، يعني واحد أجنبي. حيث أن العارض ومن أجل وضع حد لهذه التصرفات، باش نديروا حد لهذه التصرفات، تقرب من المدعى عليه وحاول أنه ينبه على ما قام به، يعني إلا أنه قوبل بالرفض على أساس أنه مالك في الشياع، يعني المدعى عليه راح يقولوا أنا راني مالك هنايا في الشياع وله الحق في التصرف في العقار الشائع كيفما يريد. أغلبية شركاء في الشيوع يقول لك أنا نتصرف في العقار كيما نحب، بلا ما راه العقار مفرز. حيث أن العارض وطبقا لنص المادة 722 من القانون المدني لجأ إلى المدعى عليه وطلب بقسمة الملكية الشائعة، كون لم يكن بينه وبين المدعى عليه أي اتفاق يجبره على البقاء في الشيوع. ما كانوش متفاهمين من قبل ولا داروا رضا ولا اتفاق ولا على أنه لازم يقعدوا في الشياع. هذه اللي لازم نبينوها، يعني القاضي القسم العقاري. حيث أن العارض وأمام هذا الوضع يلجأ للمحكمة الموقرة من أجل إنهاء حالة الشياع القائمة بينه وبين المدعى عليه، حيث أن المادة 724 من القانون المدني تجبر للعارض رفع دعوى أمام المحكمة الموقرة من أجل الخروج من حالة الشياع، ما دام أن المدعي في خلاف دائم مع المدعى عليه الذي يحاول بشتى الطرق الاستحواذ على كل الملكية الشائعة بينهما أو على جزء منها، يعني خير البلاصة اللي عجباته بدون موافقة الآخر. لهذه الأسباب ومن أجلها يلتمس العارض من المحكمة الموقعة ما يلي: نجو في الشكل، قبول دعوى شكلا لورودها طبقا للقانون. في الموضوع، طبعا في الموضوع
الإشهاد أن العارض شريك في الشياع مع المدعى عليه في القطعة الأرضية بموجب عقد رسمي. الإشهاد أن المدعى عليه يستحوذ على القطعة الأرضية حارما العارض من ملكيته. الإشهاد على عدم وجود اتفاق بين العارض والمدعى عليه بشأن قسمة المال الشائع، وعليه بالنتيجة الحكم بتعيين خبير مختص، الحكم بتعيين خبير عقاري مختص لتقويم الملكية الشائعة وقسمتها مع تحديد نصيب كل طرف من أطراف الدعوة، بمعنى إعداد مشروع قسمة بين الطرفين، تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية، ثم تنجر تحت سائر التحفظات عن العارض محاميه إذا كان عنده محامي. إذا كان ما عندوش محامي ما يديرش تحت سائر التحفظات، وإنما يدير عن العارض ويمضي على العارضة الافتتاحية تاعو ويروح للمحكمة ويسجلها عادي، يسجلها ومن بعد يبلغها عن طريق المحضر القضائي للمدعى عليه. طبعا يكلفوا بالحضور للجلسة، ثم راح تبدأ الجلسات القسم العقاري.